اكيد ناس كتير فكرت انها تعمل اعلان ممول للقناة بتاعتها او لفيديو من الفيديوهات، وده طبعا عشان يزودوا ريتش القناة، يزودوا التفاعل، يزودوا الاشتراكات، يعني يكبروا من القناة كده بشكل ما بشكل اسرع. والحقيقة الاعلانات دي هتكبر لك القناه وهتزود لك المشاهدات، لكن اللي هيحصل بعد كده هو ده اللي هيزعلك زعل عمرك. حضر بقى مشروبك اللذيذ واعمل لايك واشتراك، او ما تعملش، هو كده كده اليوتيوب هيحجم الفيديو ده لان فيه كلام خطير. وتعالى يلا اسمع الكلمتين دول. مبدئيا كده يا صديقي، للناس اللي ما تعرفش يعني ايه تعمل اعلان ممول للقناه بتاعتها، بص، جوجل بتتيح ليك انك تعمل اعلان ممول للقناه بتاعتك او لاي فيديو يعجبك، وده عن طريق انك تعمل حساب على جوجل ادز وتعمل حاجه اسمها حمله اعلانيه او كامبين. وبكل بساطه حضرتك بتختار الفيديو اللي انت عايز تعمل له اعلان، وتختار طريقه ظهور الاعلان ده، سواء انت عايزه يظهر في المقترحات، يظهر على الهوم، اللي يفتح اليوتيوب يلاقي الاعلان في وشه، او حتى الفيديو بتاعك يظهر كاعلان على اي فيديو مرتبط بالمحتوى بتاعك عشان يقدر يوصل اسرع للجمهور. وكمان عندك امكانيه انك تختار الاعلان بتاعك ده يظهر لناس الفئه العمريه بتاعتهم قد ايه، المنطقه الجغرافيه، وكمان تقدر تختار الاعلان بتاعك ده يظهر لسيدات ورجال او فئه معينه. لا، وكمان عندك امكانيه انك تختار ان الاعلان بتاعك ده يظهر لجمهور بيميل اكتر انه يعمل اشتراكات، او تختار جمهور بيميل اكتر انه يعمل تفاعل، او تختار ان الفيديو يجي عليه مشاهدات كتير بغض النظر عن الاشتراكات والتفاعل. بمعنى اصح، جوجل عندها داتا كامله عن كل الحسابات اللي موجوده على اليوتيوب، وعارفين سلوكي انا وانت على اليوتيوب بيبقى عامل ازاي. هل احنا من الناس اللي بنحب نشترك؟ هل من الناس اللي بنتفرج ونخرج؟ وهكذا. وطبعا بعد ما تختار الاعدادات بتاعتك كلها، لازم تربط الحساب بفيزا دوليه وتدفع تكلفه الحمله الاعلانيه اللي انت اخترتها. وطبعا دي بتختلف على حسب الاعدادات اللي انت اخترتها وعلى حسب مدة الحملة، سواء يوم 2 3. لكن يا صديقي، من اللي انا شفته واللي انا جربته على محتويات مختلفة، ان دي تعتبر اسوأ خطوة انت ممكن تعملها في مسيرتك على اليوتيوب كله. لان الفيديو اللي انت هتعمل له اعلانات ويجيب لك اشتراكات ومشاهدات، الفيديو اللي بعده على طول الريتش بتاعه والمشاهدات بتاعته هتكون اقل بكتير من المشاهدات اللي كانت بتجيلك وانت لسه بادئ القناه. وده بكل بساطه لان الخوارزميات عامله زي الطفل الصغير اللي محتاجه تتعلم ومحتاجه تتوجه. عشان كده دايما بنقعد نقول لك استمر واصبر على اليوتيوب، لان الخوارزميات محتاجه وقت على ما تتعلم سلوك المشاهدين، وعلى ما تتعلم استراتيجيتك في الشغل، وعلى ما تعرف الجمهور بتاعك فين. لكن لو انت وجهتها ان المشاهدات هتجيلها بالساهل، وده عن طريق حمله اعلانيه، خلاص بعد كده هتتحول لشخص اتكالي ومش هتفكر انها تعتمد على نفسها، زي انا ما شبهته بطفل صغير بالظبط. وبعد كده خلاص اتعود، لو انت محتاج مشاهدات، محتاج مشتركين، ادفع بقى يا معلم عشان يجيلك اللي انت عايزه. لان انت من البدايه علمتها ان كل حاجه بتمنها، ما علمتهاش تعتمد على نفسها وتوصل للجمهور ازاي. وخلي بالك يا صديقي العزيز، ان في اوقات كتير، وده ممكن كلام يتاخد عليا شويه، اليوتيوب بيتعمد ان هو يزقك عشان تعمل حملات اعلانيه، وده عن طريق ان هو يحسسك شويه في البدايه باحباط، يحسسك بصعوبه في وصول فيديوهاتك للجمهور. لان معلش يعني كده، لو انت فكرت شويه، مادام جوجل او اليوتيوب عنده المقدره انه يوصل الفيديو بتاعك للجمهور المظبوط ويجيب لك كمان مشتركين ويجيب لك مشاهدات ويجيب لك تفاعل، طب يعني معلش، طب ما من الاول ليه دايما الفيديوهات بتاعتك في البدايه يبقى فيه مشاكل كبيره في الريتش؟ ليه فيديوهاتك بتروح لجمهور غلط؟ ليه نمو قناتك بيبقى بطيء قوي؟ طب ما هو شاطر اهو، ممكن بكل سهوله يوصل فيديوهاتك للناس، وفي ثانيه تلاقي عندك الاف المشاهدات ومشتركين، وطبعا كله بثمنه. فانا مش عايزك في البدايه تنجرف للاحباط ده وتقع في مصيده الاعلانات، لان بعد كده صدقني والله ما القناه بتاعتك هتشتغل الا لما تدفع، وده طبعا مش اللي انت عايزه خالص. او ده ممكن يشككنا شويه، وده كلام هيتاخد عليا اكتر، ان ممكن الاشتراكات اللي بتجيلك عن طريق الاعلانات ممكن تكون وهميه. طب لو هي اشتراكات حقيقيه، هل الحسابات دي هي اللي عملت اشتراكات بنفسها، ولا صحيت من النوم اكتشفت انها عامله لك اشتراك بدون ما تعرف اصلا؟ وفي اوقات كتير انا او انت ممكن نكتشف ان احنا عاملين اشتراكات اصلا لقنوات احنا ما نعرفهاش ولا اصلا مهتمين بالمحتوى ده. هو ممكن الكلام ده يبان ان هو فيه نظريه المؤامره شويه، بس يعني كل شيء وارد. وده اكيد يفسر لك ليه ان انت بعد ما بتعمل اعلان ويجيلك مشتركين كتير، بعد كده المشاهدات بتاعت الفيديوهات بتلاقيها قليله خالص. وده لان المشتركين اللي جولك اصلا مش مهتمين بالفيديوهات بتاعتك ولا بالمحتوى بتاعك اصلا. وانا معرفش هم عملوا اشتراكات على اي اساس، لكن زي ما تقول كده ما ينفعش تعمل اعلان وتدفع فلوس وتخرج منه مش مرضي. مش هطول في النقطه دي كتير. طيب هل الكلام ده مطلق ينطبق على كل الناس وكل المحتويات؟ اكيد لا. في نسبة قليلة من المحتويات اللي غرضها اصلا من الفيديوهات اللي هي بتتعمل انها تقدم منتج للجمهور،
تقدم خدمه، فيديوهات اساسها انها تبدا توجه الجمهور لشركات معينه، براندات بتبني نفسها وعايزه توصل للجمهور، ساعتها اقول لك الاعلانات دي مخصصه اصلا عشان الظروف دي، لان الناس دي بشكل اساسي هي مش عايزه توصل لارباح من اليوتيوب، هي عايزه توصل للجمهور عن طريق الفيديوهات اللي بتعملها، لان العائد اللي هيجي لهم من المنتجات او الخدمات اللي هتقدم للجمهور اعلى بكتير جدا، فهم اصلا مش بيفكروا في ارباح اليوتيوب. وطبعا اوقات كتير الناس بعد ما بتعمل حمله اعلانيه ويجي لها مشتركين ومشاهدات ويتصدموا بعد كده من حال القناه، يبداوا يتساءلوا ايه السبب، وهنا بقى يظهر لك اشخاص معينه تبدا تصطادك وتقول لك اكيد انت اللي عامل الحمله غلط، اكيد الاعدادات اللي انت عاملها مش مظبوطه، ما هو مش اي حد يعمل حمله اعلانيه، اكيد ليها اسرار وتركات، ويبدا يصطادك يا معلم، وبالتبعيه يتربح منك. وطبعا الشغل ده قايم عليه مكاتب دعايه واعلان، مش عايز اخبط في حد اكتر من كده. طبعا انا بكل سهوله ممكن اعمل لك فيديو اعلمك ازاي تعمل اعلان لاي فيديو يعجبك على اليوتيوب، والنوعيه دي من الفيديوهات بتجيب مشاهدات، لان دي حاجه في صالح جوجل جدا. لكن انا بالشكل ده انا كده باذيك وبستغل عدم معرفتك. انا ممكن اعمل فيديو في المستقبل عن حاجه زي كده، بس يكون موجه لاشخاص بالفعل عايزين يروجوا المنتج او خدمات، بس على الاقل بعد الفيديو ده تكون انت فاهم ان انت كصانع محتوى مالكش علاقه بالسكه دي تماما. وبس كده يا صديقي العزيز، ما تنساش بقى اللايك والاشتراك وتدعمني بكومنت بسيط. سلام.